الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم. أتمنى أنكم تكونوا بألف خير وعافية. في رحلة الوجود الإنساني بتبرز مفاهيم سامية بتشكل جوهر الإنسان وبتعكس قيمته. من أبرز المفاهيم دي مفهوم الكرامة. بتشير الكرامة لأنها قيمة جوهرية بيمتلكها كل إنسان بوصفه كائن عاقل بيتمتع بإرادة حرة ومسؤولية أخلاقية، وبتنبثق القوة دي من كينونة الإنسان ذاته وبتمثل أساس لوجوده وحقوقه. بتشكل اللبنة الأساسية اللي بيرتكز عليها تقدير الذات والشعور والانتماء واحترام الآخرين، وهي الشعور العميق بالقيمة الذاتية والاعتزاز بالنفس اللي بيعزز من مكانتنا في نظرنا ونظر الآخرين. أهمية الكرامة بتنبع في كونها ركيزة أساسية للصحة النفسية والعاطفية، الشيء اللي بيتيح لنا الفرصة لتحقيق إمكانياتنا الكاملة وبناء علاقات إنسانية متماسكة ومفعمة بالاحترام المتبادل، وهي بتعد قيمة أساسية على مستوى ثقافتنا بتتجلى في العديد من الأمثال والحكم الشعبية، زي الكرامة أغلى من المال ومن باع كرامته ما تحين. وفي مختلف جوانب حياتنا الاجتماعية فبنلقى حرصنا على احترام الذات والكرامة الشخصية وتقدير كبار السن ومساندة الضعفاء. بتتعدد أبعاد الكرامة وبتتداخل فيما بينها عشان تشكل لوحة إنسانية متكاملة بتشمل الأبعاد دي. الكرامة الذاتية بتتمثل في احترام الإنسان لنفسه وتقديره لقيمته ومبادئه وشعوره بالرضا عن ذاته. الكرامة الاجتماعية بتشير لاحترام المجتمع للفرد وتقديره ولحقوقه وكرامته دون تمييز أو انتقاص. الكرامة الأخلاقية بتتجلى في التزام الإنسان بالمبادئ والقيم الأخلاقية وسلوكه العادل والمسؤول تجاه نفسه وتجاه الآخرين. بتولي تعاليم إسلامنا الحنيف اهتمام بالغ بمفهوم الكرامة وبيتأكد على كرامة الإنسان منذ لحظة خلقه في سورة الإسراء في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. احترام الذات الخطوة الأولى نحو حياة كريمة، وقد نحترم نفسنا فبنكون قد رفضنا تماما إمكانية قبول أي إهانة أو تقليل من قيمتنا. استراتيجيات بتعزز الكرامة في يومياتنا: ممارسة الاحترام المتبادل مع الآخرين، التمسك بالمبادئ والقيم الشخصية أمام التحديات، تعلم طرق الرد المحترمة والمتوازنة في مواجهة المواقف الصعبة، تطوير مهارات التواصل الفعال للتعبير عن الاحتياجات والحقوق بوضوح. بتشير الدراسات في مجال علم النفس الاجتماعي لأنه تقدير الذات بيلعب دور محوري في كيفية تفاعل الأفراد مع المواقف اللي بتهدد كرامتهم، ومن النقطة دي يمكن ربط أهمية الكرامة والصحة النفسية والعاطفية للفرد مؤكدين على الخيط الرفيع اللي بيفصل بين احترام الذات والشعور بالانتماء في البيئة الاجتماعية. في الأخير الكرامة هي القاعدة اللي بنستند عليها في كل خطوة، وإنها هي حجر الزاوية لحياة بتعمها السعادة والازدهار، حيث نحترم ذاتنا وندافع عن حقوقنا مع العناية بحقوق الآخرين. الكرامة هي شعلة بتضيء دروبنا، دافع بحسنا على السمو بأخلاقنا وسلوكنا، وبيها بنحافظ على كينونتنا وبنعزز قيمنا وبنساهم في بناء مجتمعات إنسانية سليمة. ودمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.